السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو من بعد غياب طويل على القناه. كنرجع لكم بواحد الوصفه اللي مجربه للسيدات اكيد. السيدات اللي باغيين، كاين اللي باغا انها تحمل، وكاين اللي عندها الدوره الشهريه ما منظماش، وكاين اللي كتعاني في البرد. المهم كاينين اعشاب طبيعيه يعني بلا ما تحتاجوا تستعملوا الدويان كيزيدوا غير يمرضوا. وبالتجربه عندي شي اخوات منخرطه معاهم حتى انا في واحد المجموعه، ويعني شفنا البنات اغلب النساء اللي معنا كنسولوهم شنو هي اكثر عشبه جربوها وحملوا بها. العديد من الاخوات اللي كانوا معنا في المجموعه كيقولوا هاد جوج مكونات انا بحثت عليهم وخرجت اليوم، مشيت للعطاره قلبت عليهم الحمد لله حتى لقيتهم، وسولت عليهم كذلك عند العطاره. كيقولوا باللي الفوائد ديالها كثيره وتستعملوها بزاف ديال النساء كيجيو ياخذوها. كما قلت لكم اللي مخربقه لها الدوره الشهريه ولا اللي عندها برد قديم، واخا يكون برد قديم ولا جديد كما بغى يكون، راه صراحه زوينه بزاف. اول مكون باش ما نطولش عليكم اللي هو كاين اللي كيقول بردقوش. في الحقيقه انا من سمعت هذا الاسم هذا جاني غريب وما عرفتش شنو هذا البردقوش. بقيت كنتسائل وسولت الناس اللي كنعرف شنو هي بردقوش، شنو هي هذه العشبه ديال البردقوش، ودخلت لجوجل وبقيت كنبحث عليه. هذه الطريقه اللي كندير انا ديما في اي حاجه كنسمعها، كندخل لجوجل كنبحث وكنزيد نستافد من الناس اللي عندها شي حاجه، كتستفدي من الناس اللي عرفت شي حاجه كتفيدك بها. المهم ما علينا. بردقوش كيقولوا له حنا في المغرب مرد الدوش. في المغرب الا مشيتي للعطار غتقولي ليه غير مرد الدوش اولا بردقوش. فالعطاره كيكونوا عارفين الاسماء ديالها كاملين، فعندها عده اسماء هاد بردقوش. شفتهم انايا في جوجل. مهم منها بالنسبه للمغرب كيقولوا حنا برد الدوش. هاد العشبه هادي تقدري تضيفي غير هادي بوحدها وبلا ما تضيفي معاها هادي تقدر تكون النتيجه. المهم هادي راها كنز عظيم. هما باقيين في الميكات ديالهم كيف ما جبتهم كما كتشوفوا، وماشي بزاف، 5 دراهم مخلطه ما بيناتهم بجوج. خديت 50. انا قلت ما كنبغيش نكثر اصلا في هادشي ديال الاعشاب، وهذه ملي سولت عليها قالوا لي ما عضرك ما حتى شي حاجه، بالعكس زوينه. داكشي علاش انا خديتهم ودخلت وبحثت وسولت بزاف ديال الاخوات قالوا لي بلي راهم زوينين بزاف. المهم انا غنقول لكم طريقه الاستعمال ديالها وكيفاش ان شاء الله تكون النتيجه مرضيه للجميع ان شاء الله. الله يفرحكم بالذريه الصالحه ان شاء الله يا رب. بالنسبه لهاد العشبه الثانيه كما كتشوفوا سبحان الله هي دايره بحال هذا اللويزه، ولكن هذه الشكل ديالها دابا تشوفوه رماديه شويه مغلوقه، مازال اللويزه كتكون خضراء شويه. هذه بحال قلتي اللون ديالها باهت بزاف، كتبان لك الا شفتيها تقول قديمه. هي هكا سبحان الله هكا كتكون، وسبحان الله فيهم واحد الريحه اللي غزاله. الريحه ديالهم زوينه بجوج بهم. هذه سميتها المرميه كما كتشوفوا في المغرب كيقولوا لها السلميه يعني كما شفتوا. المهم هذا ما السميه ديالهم. الا بغيتو تمشيو للعطار وتشريوهم غتقولوا ليه غتسولوا على المرميه وغتسولوا على برد الدوش. جوج حوايج غادي نتاخذهم ان شاء الله، وغتكون النتيجه مرضيه، تخليو ليا تعاليق ان شاء الله وتقولوا لي كيف كانت النتيجه ان شاء الله يا ربي. الان ندوزو للطريقه ديال الاستعمال ديالهم. المهم بلاتي اسمحوا لي. المهم غتاخذوا واحد الفنجان كتستعملوا فيه الاعشاب ديالكم اولا ديال القهوه، تحطوه هكا على جنب. غتاخذوا واحد المعلقه صغيره
غادي نتاخدو تقريبا هنايا المهم حيت كنستعمل ماشي بزاف، تقريبا بحال هكا. حاولوا تعمروا المعلقه حتى انا كنصور بيديا. المهم بحال هكا معلقه. غنضيف عليها مازال شويه كما كتشوفوا بحال هكا. وكذلك برد الدوش غادي ناخذو. المهم حاولوا تنقيه، حاولوا تنقيو. انا باقا ما نقيتوش كما جبتو من العطار، جبتو وريتو ليكم، قلت نصوروا للبنات يستافدوا منه ان شاء الله. وديك الساعات ان شاء الله حتى انا نيت نقيها. نتوما كتشوفوا العبيدات ديالو بحال هكا، فما فيش شي حاجه. وفيه كذلك شويه ديال الغبره، الا بانت لكم شويه ديال الغبره من الافضل تغربلوه، ما علينا. كذلك بالنسبه للبرد الدوش اولا البرد قوش، كتاخذوا معلقه صغيره بحال هكا وغادي تضيفوها في الطاس ديالكم. فالمهم انا باقا ما غنستعملهمش حاليا، المهم انا كنوريكم صافي كمثال. فغنضيفوهم في الطاس ديالنا، ومن بعد ان شاء الله غادي تكونوا درتوا الماء يغلى. غديروا الماء يغلى. المهم انا حتى ما غنستعملهمش دابا. المهم كما قلت لكم غادي نديروا الماء يغلى يسخن شويه، ومن بعد غادي نضيفوه عليه. عندكم راه بزاف الناس كيديروا الاخطاء كثيره في هادشي ديال الاعشاب، الله يحفظ كيصدقوا دايرين شي كوارث في راسهم ولا كيتسمموا. اي عشبه معمركم تغليوها فوق البوطه فوق النار. اي عشبه تغلات فوق النار فراها كتسمم، كوني اكيده اي عشبه لحتيها فوق النار كتسمم. المهم انا الاخوات كنقول وكنعاود كنوصل الفكره بكل مجهود باش الناس ما يطيحوش في هاد الاخطاء، حيت معروفه راه صعيبه بزاف. شوفوا دابا غير اتاي الا عمرناه واش النعناع كنضيفوه في الاول؟ لا، اكيد حتى الاخير، حيت اي عشبه ضفتوها في الاول كونوا اكيدين انه غادي يمرض لكم الكلاوي اول حاجه، وكذلك الله يحفظ يقدر يدير لكم تسمم والله يحفظ يا ربي. المهم كما نبغيو الخير لنفوسنا نبغيو لغيرنا. كما قلت لكم هادو هما المكونات، جوج مكونات ساهلين بزاف وبساطين وما غاليينش، ما غتاخذوا لا دواء لا حتى شي حاجه. ما بزاف على الانسان مسكين يمشي كل مره للطبيب والله يحسن العوان مع هاد الزياده اللي دابا حاليا كاينه. راه الله يحسن العوان مصاريف الناس تابعهم باش كل مره الواحد يمشي للطبيب وياخذ الدويان وما كتكونش حتى النتيجه. كون كانت غير تكون النتيجه، فسبحان الله لكل داء دواء. ها هما جدودنا ولا كانوا يستعملوا هذا الشيء طبيعي، وكانوا الحمد لله كيبراو وما كيبقاو لا مرض لا حتى شي حاجه ما كضرهم الحمد لله. وحتى حنا ان شاء الله نكونوا هكاك، نقلبوا على الطبيعي. ديما انا كنقلب على الاشياء الطبيعيه فاش ما كان. صراحه الله كيعجبني طبيعي، ما شي حاجه اللي مصنعه ولا داكشي بزاف ما خدامش للواحد. المهم هذا هما جوج مكونات. كنتمنى ان شاء الله نلقاكم في فيديو اخر في احسن الاحوال، وتردوا عليا ان شاء الله من بعد ما تاخذوا حقه. عفوا نسيت ما قلتش لكم الطريقه. من بعد ما غتضيفوه في الفنجان ديالكم وتضيفوا عليه الماء، غتخليوه ما بين 5 دقائق حتى ل 10 دقائق. من بعد كما قلت لكم هذا غربلوه، هذا غير شلوه التشليله الاولى فقط. ديروا لهم التشليله الاولى، خويو داك الماء بالزربه وعاودوا ضيفوا عليه ماء اخر وخليوه غطيوه بحال هكا. اللي عندكم شي غطاء، اللي عندكم شي كاسر كيكونوا فناجين بالغطاء ديالهم كما هادو. انا عندي هادو ديال تركيا كيكونوا بالغطاء ديالهم. فكنضيف عليه هكا واحد هكا قهوه ولا عشب كما هكا لويزه ولا شي حاجه، كنغطيهم. ملي كنغطيهم كيبقاو سخانين كتحافظي عليهم. المهم علينا هذيك هي الطريقه. وطريقه الاستعمال ملي غتكون فيك الدوره الشهريه، ماشي نهار الاول، حيت دابا المشكل هادشي هذا ما خاصش يدار في اي وقت، حيت تقدر المراه تكون حامله وما عارفاش وتستعمل هادشي غيطيح الجنين. كوني متاكده هادشي سخون كيطيح الجنين الله يحفظ. المهم
من الاحسن حتى تكون فيك الدوره الشهريه، وتاكدي بلي من الدوره الشهريه جاتك صافي ديك الساعات النهار الثاني ديالها استعملي، من النهار الثاني غتبقاي تستعملي حتى تكملي الدوره الشهريه ديالك، 7 ايام 6 ايام على حسب شحال كتجيك صافي. ومن بعد غادا تحبسي من غتكملي. هذه هي الطريقه الاستعمال ديالو اللي استفدت من الاخوات وغادا نديرها حتى انا ان شاء الله. هادشي اللي كاين، نتمنى لكم الشفاء العاجل ان شاء الله، والله يفرحكم بالذريه الصالحه ان شاء الله اللي بغات الذريه الله يرزقها ليها. ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله باحسن الاحوال، وب اي معلومات اي حاجه استفدتها من الاخوات ولا راه كنبارطاجيها معكم، حتى حاجه ما كنخبيوها عليكم. يلا نتمنى تكونوا على خير وبخير مره اخرى ان شاء الله. مع السلامه.